أيها السادات والسادة، إليكم خبر عاجل. مدرس تاريخ يعثر على مقبرة فرعونية ويختفي في أجواء غامضة، وجاري البحث عن معلم التاريخ محمود طه. جدو، انت ايه اللي موقفك هنا؟ ده انا بقالي شهرين بدور عليك. اهدى يا ابني، في ايه؟ انا جاي اكتشف المقبره. مقبره؟ مقبره ايه؟ ده باين منهج اولى ثانوي لحس دماغه. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ ما بقولش حاجه. طب ودي هتعملها ازاي؟ ياض افهم، ما هو الكتاب ده هو اللي هيدخلنا المقبره دي وناخد كل اللي فيها. يعني الكتاب ده هو اللي هيدخلنا المقبره دي وناخد كل اللي فيها؟ وطي صوتك وما تضيعش وقت، يلا بينا. انا مش فاهم اي حاجه، بس انا معاك، يلا بينا. ايوه، هو ده الشغل التمام. ماذا تقول أيها الغريب؟ وما هذه الملابس؟ من أنتم؟ وحد الله بس كده واهدى، وحد الله. اخوك محمود طه من مصر، ومعايا اخويا الأس. مصر؟ أتقصد كيميت؟ اجل يا سيدي، اجل كيميت. قول لنا بقى طريق المقبره فين؟ عايزين دهب، عايزين الماظ. مش انت عايز الماظ يا أس؟ لا، انا عايز اروح. ستحصل عليها عند مرورك من هذا الباب. الحق يا عم، قابل يا عم. اهدى بس، اهدى لحد ما نشوف بس في ايه، ما تلمسي حاجه. سلام عليكم. سلام عليكم يا عم، انا بكلمك ما ترد عليا. اصمت يا غلام، انت هنا في المعبد، والا اصابتك لعنه امون. امون؟ الحق بيقولك ليمون؟ احد يا عم. البس. اللعنة كبيرة، ومش دي نهايتها هتكون على خشبة مسرح الهسابير يوم 6/12.